السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير. فيديو اليوم مختلف عن الفيديوهات الثانية. اليوم بديت واحد السلسلة جديدة اللي سميتها نصائح واقتراحات، وفيديو اليوم متعلق بالشراء، كل ما يخص المطبخ أو المنزل، يعني كل ما يخص الدار. وموقع اليوم اللي اقترحته اليوم هو موقع جوميا، واللي معروف خصوصا في المغرب. تشجيعا لي، ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. غد سواء في البيسي ديالكم ولا في التليفون، غادي تدخلوا لجوجل وغادي تديروا الرابط اللي غتجبروه تحت اسفل الفيديو. في صندوق الوصف غتجبروا الرابط ديال موقع جوميا، غادي تدخلوا له كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو دابا. منين غادي يطلع لكم كيف ما كتشوفوا معايا جميع الاواني بحال الكوكوت بحال الكاسرونات كاينين في هذا الموقع، يعني اي حاجه ممكن تتخيليها تكون في المطبخ كاينه في هذا الموقع. كيف ما كتشوفوا معايا فهم مقسمينهم لاصناف ومرتبينهم، بحال مثلا هنايا دايرين لي موبل، كتلقاو مثلا جميع الافرشه اللي ممكن تحتاجوها، الصالامونجي، لي كانابي اللي ممكن تحتاجوها كاملين كاينه في هاد الكاتيجوري ديال الموبل. تحت كاين الكانابي واي حاجه عندها علاقه بالديكوراسيون كتلقاوها عاوتاني. وفي هاد لا ليست اللي كاينه على اليمين كتختاري انت الفئه، يعني بلا ما تبقاي مثلا تضيع الوقت. مثلا انت باغا تشري غير مقله ولا شوايه، ولا كتجي لهاد لا ليست اللي كاين على اليمين وكتختاري انت داكشي اللي باغا تشري. يعني مثلا باغا تشري شوايات، غادي توركي على هاد الكاتيجوري اللي مسميناها الشوايات، وغيطلعوا لك جميع الشوايات اللي عندهم بالاثمنه ديالهم بكل شيء. بغيتي داكشي اللي عنده علاقه بتجهيزات المطابخ، يعني الاواني ديال المطابخ، غيطلعوا لك هون. بغيتي الصواني، بغيتي المهم اي حاجه دايرينها لك هنايا. وبالنسبه لنسبه الخصم فتقدي تختاري، كتجي لهاد لا ليست هادي وكتختاري واش بغيتي المنتوجات اللي عندها نسبه الخصم 50% او اكثر، يعني ناقصين فيها نص الثمن او اكثر، ولا 40% او اكثر، ولا 30% او اكثر. بحال مثلا انا بغينا غير المنتوجات اللي ناقصين فيها 50% او اكثر، صافي كتوركي على هادي على انك بغيتي 50% او اكثر، وكيطلعوا لك جميع المنتوجات اللي فيهم نسبه الخصم ناقصين فيها 50% او اكثر. من بعد كيطلعوا لك جميع المنتوجات اللي فيهم الخصم اكثر من 50%. بحال مثلا هذا الخلاط اللي كان ب190 درهم ولا فقط ب99 درهم. اولا مثلا هاد المقله ديال البانكيك والبيض بعد ما كانت ب120 درهم ولات فقط في 45 درهم، يعني نقصوا منها 63% من الثمن الاصلي ديالها. يعني عروض خياليه، يعني صراحه همزه، ما خصكم تضيعوها. نشوفوا دابا لي كوكوس اللي عندهم. كيف ما كتشوفوا معايا في الصور موضحه كل شيء. لي كوكوس اللي الجوده ديالهم عاليه وبأثمنة جيده ومنطقيه.
ودابا لي نوريكم طريقة الشراء عبر هذا الموقع. مثلا نختاروا هذه المراية الذهبية اللي دايرة ب84 درهم، نضغطوا عليها ومن بعد غتطلع لنا بحال هاد الصفحة هذه. من بعد كتضغطوا على هذاك البوطون ديال اشتري الآن وكتطلع لكم هذا الصفحة، وهنا كيعطوك جميع المعلومات اللي متعلقة بهذا المنتوج، يعني بشحال المبلغ ديالو وتكاليف التوصيل. بالنسبة للمدن الكبرى بحال الدار البيضاء وطنجة والرباط هنا كيكون التوصيل مجاني، أما بالنسبة للمدن الأخرى فالتوصيل على حسب المنتوج. بحال هذا المنتوج توصيل يعني حتى الثمن ديال التوصيل ما كيكونش مكلف، يعني كيكون عادي. بحال مثلا انت في مدينة العيون ولا مدينة كليميم والمنتوج كيجيك من الدار البيضاء ب16 درهم، يعني راه شي حاجة مزيانة. يعني المهم بالنسبة للمبلغ الإجمالي ديال المنتوج هو اللي هو 84 درهم مع تكاليف التوصيل 16 درهم، كيولي المبلغ الإجمالي هو 100 درهم تقريبا. صافي من بعد كيطلبوا منك تعمر المعلومات ديالك. انا كان عندي ديجا حساب معاهم، يعني كنت معمره معلوماتي، ولكن نتوما بالنسبه لاول مره مثلا اللي تدخلوا للموقع غتجيكم واحد الخانه على انكم تعمروا فيها المعلومات ديالكم، السميه والكنيه ورقم التليفون والعنوان الاصلي ديالكم من اجل التوصيل والجهه والمدينه فين كاينين نتوما. ومن بعد كيقول لكم اختاروا طريقة التوصيل. بطبيعة الحال نتوما اللي تختاروا التوصيل إلى عنوانكم، يعني إلى باب داركم، مقابل 16 درهم كيف ما قلت لكم. يعني كيف ما قلت لكم راه المنتوج كيوصلكم إلى عند باب داركم بالضبط، ما كتلقاو كاع مشكل في التوصيل. تقريبا مثلا إلا كنتو في المدن الكبرى بحال طنجة والدار البيضاء والرباط تقريبا كيوصلكم في نفس النهار، ولا كاع الا تعطل في النهار الثاني. اما بالنسبه للمدن الثانيه فتقريبا 48 ساعه كتلقاو المنتوج عندكم. وصافي من بعد منين كتعمر المعلومات ديالك وكتحدد طريقه التوصيل وكتتاكد من جميع المعلومات، صافي كدير حفظ وتاكيد. من بعد كتجي طريقة الدفع، داير لكم اختيارين، سواء إذا كان عندكم حساب في البنك أنكم تخلصوا عن طريق البطاقة ديال البنكية، أو لا تخلصوا كاش، يعني حتى يجيكم المنتوج للدار عندكم، عاد ديك الساعة تخلصوا هذاك الليفغور. يعني نتوما لكم الاختيار تختاروا الطريقة اللي مناسبة لكم. فمثلا نفترضوا ان انت ما عندك حساب في البنك وباغي تخلص كاش، كتختار الدفع عند الاستلام. ومن بعد صافي الا كان عندك، يعني الا كنت اصلا هذا الموقع شاري منه من قبل وكانوا عندك دايرين لك قسيمه تخفيض، كتجي لهاد الخانه وكتكتب رمز التخفيض باش ينقصوا لك من هذا الثمن. الا كنت اول مره غتشري عندهم فبطبيعه الحال ما غاديش تكون عندك قسيمه تخفيض، صافي غادي تجي وغادي دير تاكيد الطلب وصافي. ومن بعد هما غيتواصلوا معاك باش يوصلك المنتوج. كيف ما قلت لكم في اول الفيديو، فرابط هذا الموقع غادي تلقاوه اسفل الفيديو في صندوق الوصف، دخلوا له وغيطلعوا لكم جميع المنتوجات اللي شفتوا معايا في هذا الفيديو. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، وأن معلومات اليوم استفدتوا منها ولو القليل. أنا فقط شاركت معكم تجربتي في الشراء مع هذا الموقع اللي صراحة عجبني، لا من ناحية جودة ديال المنتوجات ديالو ولا من ناحية حتى الثمن. شريت عندهم يعني بزاف ديال المنتوجات اللي عجبوني، ونتمنى حتى نتوما تجبروا نفس النتيجة مع هذا الموقع. مع السلامة، إلى الفيديو الجاي إن شاء الله.